ازاي المغرب تكسب فرنسا؟ تعالى اقول لك. 1. العب جيم كبير، ما عندكش اي حاجه تخسرها. 2. ده ماتش يكسب ولا يلعب، بمعنى وصلت سيمي فاينل جبت جون حلو بس يدخل فيك جون، ده اللي مش عايزينه ابدا. فرنسا سلاحها هجوم كاسح، امبابي وجريزمان وجيرو، والمغرب سلاحها الدفاع سايس واليميق وحكيمي، يسدوا ويكفوا، ده غير بونو. يعني ده ماتش هيكون بين هجوم ودفاع. المغرب لازم يمنع شوط من بره، تاني لازم تمنع الشوط من بره. امبابي يتقفل عليه من حكيمي واي حد من نص الملعب. فرنسا نقطه ضعفها حاجتين: 1. الدفاع بيعق ويغلط، لو استحوذنا شويه كده في ال 18 ممكن ناخد بينالتي كده زي انجلترا. 2. الشوط من بره، انا مش عارف ليه بصراحه مش بنستغل الميزه دي عندنا، غير السلاح الاساسي بتاعنا كرات الثابته يا مرابط. حاجتين والنبي، باي طريقه الكره ما توصلش لهجومهم، خلق فرص تنفس لدفاع المغرب. ده رايي، بس الكلمه في الاخر كلمه الرجراجي ما وصلش اكيد بالصدفه، ده كسبان بلجيكا واسبانيا والبرتغال، فعادي ان شاء الله انه يكسب فرنسا. عجبك الكلام دوس لايك، وديما المغرب. سلام.